السلام عليكم. انا عايز اشرح بس حكايه الدعامه اللي قدام الضعيفه. دي دعامه بنجيبها من ازازه السفن الزرقاء، وبناخد الودن بنقصها على هيئه ودن، واعملها قدامكم عشان تقدروا تعملوا ازاي الودن. بنجيب الحته دي اهي اللي هتبقى ودان، ونجيب الازازه هنا نقصها ماشي، ونجيبها على هيئه ودان كده. وهقول لكم ليه تتعمل بالطريقه دي بعد شويه. ماشي، دي واحده والتانيه. مش مهم تكون كبيرة أوي ولا صغيرة أوي، المهم إن تكون على الودن بالظبط، على حجم الودن. في ودان بتبقى عريضة وفي ودان بتبقى مش عريضة، المهم إن تبقى منتصبة انتصاب كامل. اوكي، بعدين باجي أجيب البلاستر الطبي وأغلفها عشان تبقى حامية الودان لما نشتغل عليها كده. نغلفها تماما كده، وكمان عشان تبقى الحوادث بتاعة البلاستيك ما تجرحش الكلب، وكمان بتقلل من الحساسية أو الالتهابات بتاعة الكلب بودن الكلب كده. اوكي، طريقة بسيطة ومش مكلفة وعملية جدا على فكرة. في دعامات بتتباع جاهزة بس بتبقى تقريبا ب10 دولار، فدي البديل الوحيد بتاعها. خلاص، بجيب التانية كده، كده اوكي كده، واغلفها من جوه. اوكي، بعدين بجيب كلة من دي اهيت، وابتدي ادهنها كده، واسيبها في الهواء تنشف شوية كده كده. اوكي، واسيبها تنشف شوية. بعدين قبل ما الزقها بجيب قطنة وبتادين واروح اطهر ودن الكلب عشان ما يبقاش فيه اي حاجة تعمل تفاعل وتجيب التهابات للكلب. تعالوا نشوف الودان بتاعت الكلب.
واسيبها تنشف شويه واروح اجيب الكله تاني. بجيب الكله وبدهن بيها ودن الكلب دهان خفيف. طبعا بتجنب ان اوقع في الكله في ودن الكلب من جوه عشان ما تعملش التهابات. وهجيب الدعامات وهلزقها دلوقتي حالا. بصوا تعالى هنا، بنحط الدعامه كده عشان نسيب الهواء يخش للودان من جوه في الحته دي، شايفين؟ يا اما هقلبها كده اهوت على شكل الودن بالظبط زي ما قصيتها كده، شايفين؟ عشان ودان الكلب يخش لها هواء، فبعملها كده اهو وامسكها انشفها جامد كده. الودان منصوبه، الودان لما بتكون نايمه ما بيبقاش فيه دم يوصل للاطراف، فالدعامه بتفرد الودان عشان الدم يوصل للاطراف عشان الودن تتغذى وتبتدي تنتصب بشكل سليم. بصوا شايفينها كده اهو. خلاص، واروح جايب التانية بنفس الطريقه برضو، اتجنب انها ما تكونش تحت خالص عشان الهواء يخش لودان الكلب، لان لازم الكلب تكون ليه تخش له هواء. في ناس بتجيب بلاستر او طبي وتقعد تبرمها وتقفل الودان ويحصل التهابات. هسيبها كده لمده 15 يوم هتلاقي بدات الودان تشتغل. طيب هسيبها كده ولا اعمل ايه؟ لا، بجيب ايه تاني؟ بجيب البلاستر الطبي عشان اخليها منتصبه والفها عليه. بنجيب البلاستر كده ونلفها كده اهوت عشان تثبت كويس، والود برضو تبقى مشدوده كويس وتبتدي تتفرد بالطريقه الطبيعيه اهي كده كده. احاول اتجنب ان ما اكسرش على العصب او اضغط على العصب عشان برضو الودان تتفرد بطريقه سليمه. اوكي، هروح لففها كده اهوت، وبرضو نتجنب ما نقفلش مكان مدخول الهواء. هنا اهو، هنا مكان دخول الهواء. اوكي، اروح واخد التانية ندعمها بالطريقة دي. شايفين؟ لازم يكون في هواء. وبعدين هروح عامل كوبري. كوبري ايه؟ يوصل الودان جنب بعض بالطريقة ال11 اللي بيقولوا عليها او ال7 بالطريقة اللي بيقولوا عليها اهي كده. كده مظبوطه، وان شاء الله هجيب لكم حاجات كتيره قوي ومفاجآت واسرار التدريب كلها في الحلقات اللي جايه. كابتن عبد